يوصف بأنه أسوأ قائد عسكري في التاريخ المارشال البريطاني دوغلاس هيغ، الذي تجاهل مدى تأثير المدافع الرشاشة معتقدا أنها غير قادرة على قتل جميع رجاله. في الأول من سبتمبر 1916 أمر هيغ قواته بالتقدم عبر الجبهة خلال معركة السوم الأولى ليلقى أكثر من 20,000 منهم حتفهم بالمدافع الرشاشة الألمانية. لم يتعظ هيغ من هذه الخسائر، بل واصل إخراج رجاله من الخنادق لمهاجمة مواقع العدو، مفترضا أن ذلك سيقلب النزاع لصالحه. فكانت الحصيلة أن خسر البريطانيون 420,000 من قواتهم بين قتيل وجريح. استمر هيغ بنفس النهج الهجومي دونما اكتراث للعدد المرتفع من الخسائر البشرية. ففي معركة باشندل عام 1917 تسبب هذا المارشال بقتل وإصابة 275,000 جندي بريطاني. تكتيكات هيغ أثرت على معنويات الجيش البريطاني، وصار الجنود يخشون الوقوع تحت إمرته، كما أججت الشعور بالغضب في الشارع البريطاني. فوصف الجنود البريطانيون بالأسود التي يقودها حمار، في إشارة إلى المارشال دوغلاس هيغ، ليستحق لقب أسوأ القادة العسكريين في التاريخ.